الذئب والمرأة العجوز. حكايتنا تدور أحداثها في هذا المكان الجميل، حيث يعيش الجميع في وئام وسلام، وحيث يتوافر الطعام للجميع. ولكن لما يبدو السيد الذئب غير مسرور؟ كمان جائع. إذن السيد الذئب حزين لأنه جائع، وبالفعل فهو يبدو هزيلا شاحبا. يبدو أن سنجابا يسكن هنا. لابد وأنه يحتفظ بطعامه هنا. ما هذا؟ أوراق يابسة. وفي الجوار كانت السناجب تأكل البندق غذاءها المفضل، وذلك لطبيعة أسنانها القوية. طعام. وما إن رأى الذئب السناجب وهي تأكل حتى اقترب منها. فزعت السناجب وهربت من أمام الذئب الجائع، وراحت تركض يمينا وشمالا مرتبكة. طعام طعام، تعالوا تعالوا. طعام. إليك بهذا. وترك الذئب السناجب التي عرفت كيف تنجو بنفسها، واتجه نحو البحيرة ليملأ بطنه بالماء. فنظر في الماء فإذا به يرى منظرا شهيا. ولكن الذئب الجائع سقط في عمق البحيرة، وبما أنه لا يعرف السباحة فقد راح يصرخ مستنجدا. العون العون. وأمسك الذئب بصخرة لكنها خطرت، وبما أنها ثقيلة فقد غاصت في الماء فغاص معها. ونجا الذئب أخيرا بعد أن أمسك بجذع الشجرة، وبعد أن أنهكه التعب والجوع. في هذا الحقل القريب الذي كان يحيط بهذا البيت الجميل، كانت هناك امرأة عجوز مع حفيدها الطفل الصغير. حبيبي، لابد وأنك جائع، بكاؤك يبرهن على ذلك. الأطفال مثلك لا يكذبون. اصبر يا حبيبي، اصبر قليلا وكن ولدا طيبا. يوم سيء، لا طعام ولا غذاء، أكاد أموت من الجوع. ما تلك السلة؟ فهمت، لابد وأنها تحتوي على طعام هذه المرأة. الطعام الذي فيها